جبت لكم تتبيلة زيتون ولا سلطة زيتون مع اللبنة ولا مع جبنة المالح، تنفع فطور غدا عشاء رهيبة. تعالوا نقول لكم كيف نديروها. مزيج من نكهات متوفر عندنا بس النتيجة تحفة. تاكلوها مع جبنة أو لبنة ما نقول لكمش على الطعم. حنبدأ أول حاجة بالزيت الزيتون وخلنا حطيت الزعتر الشامي والهريسة. طبعا الهريسة متوفرة عندنا ديما. وحنحط الليمون وعندنا دبس الرمان هذا جميل يا ريت تضيفوه. بعدها أنا حنحط هنا زعتر بري مرتقوشة أوريجانو أي بهارات إيطالية حلوة. والبصل حطيت له خل عشان يطرى وما يقعدش فيه اللذع. وبعدين ضفت لها طماطم أحمر وخلاص هيك بس المعدنوس والوصفة متاعنا تعتبر جاهزة. بس لو عندكم رمان وموسم ضيفوه ولو عندكم لوز خزين يضيفوه. الآلة هذه طبعا اكتشفت إن تقدروا تحطوا الثوم بكشورة اكتشاف خطير سهل بكل. وبطل الوصفة بتاعنا زيتون أولى جميل جدا. حنستخدم المشوي والمحشي جزر وعندهم تشكيلة عندهم الغامي جنبه من شركة دنيا هو الوكيل الحصري. عندهم تشكيلة لازم تجربوها. حنحط المشوي زي ما قلت لكم وحنحط المحشي فيه جزر وهيك هي الوصفة صارت جاهزة جميلة جدا. خديت أنا جبنة مالحة أو تاخدوا لبنة. حنحطها تحت وحنحط فوقها الخلطة لأنها جميلة هيك تعطي منظر حلو. ولما تغمسوا تاخد التشكيلة كلها مرة واحدة. قدمتها مع الخبزة الشامية أنا متأكدة إنكم حتدنوا عليها. بسيطة لكن جدا جميلة بس اختاروا زيتون الماركة الكويسة عشان تطلع معاكم النتيجة مظبوطة 100%.